مرة أخرى مشاهدينا مكملين معاكم بقية فقراتنا. تاكسي البلد. تاكسي البلد هو عبارة عن فيلم لبناني بيحكي قصة بسيطة جدا، بيحكي قصة سواق تاكسي عايز يبقى أحسن سواق تاكسي في العالم. معانا دلوقتي أسرة الفيلم، المخرج دانيال جوزيف والممثل بطل الفيلم طلال الجوردي. أهلا بيكم على السينما. أهلا فيك. احكي لي بقى تاكسي البلد ده. أنا طول عمري بسمع عن الفيلم ده وسمعت عنه انه كان داخل في مهرجان مالمو في دورته اللي فاتت. مظبوط. احكي لي اكتر بقى عن الفيلم. يعني انا اعرف طول عمري ان الافلام مهما كانت بسيطه، الافلام اللي بتخش للمهرجانات بيبقى فيها مسج او بيبقى فيها رساله، وممكن اتفرج عليها اترجمها بشكل، ممكن غيري يتفرج عليها يترجمها بشكل تاني. مظبوط. انا عايز ترجمه الفيلم ده بقى من المخرج. اوكي. قبل كل شيء بدي اعتذر، عربيتي كتير ضعيفه، فرح احاول قد ما في عرب. يمكن شوي احكي بالانجليزي. طلال لا براحتك، هننزل بالترجمه مش مشكله. هيدا الفيلم بلش بطريقه، بعدين لما كتبت السيناريو بالانجليزي، بعدين لما قعدنا مع الممثلين خليت كل ممثل يكتب الحوار بطريقته الخاصه. انت مخرج العمل وفي نفس الوقت انت السكريبت رايتر في نفس الوقت. اوكي. طيب الاختيار بتاع الكاست بتاعك. السكريبت رايتر دي فتحت له مجال هلا انه يتكلم بالانجليزي. ذنبك على جنبك. لا براحتك، هنترجم. انا طالع قاعدين هنا عشان نترجم النهارده. طيب احكي لي اكتر، فكره الفيلم جات لك ازاي وكده. طبعا عملك كمخرج وككاتب سيناريو طبعا يعتبر حاجه تكامل، العلاقه بينهم تكامل وليست تضاد. مظبوط. صح. احكي لي اكتر عن البروسيدير وانت بتكتب. اوكي. وكنت بتفكر في الفيلم ازاي؟ عشان اللي بيكتب سكريبت عامه بيبقى متخيل كل حاجه في دماغه، متخيله بالديكوباج بتاعه. صح. مظبوط 100%. فقول لنا بقى خطوات عمل فيلم تاكسي البلد. انا اول مشوار الي لبيروت كان ب 2006، وكانت يعني من اجمل الصيفيات اللي قضيتها هناك. بعدين صار حرب تموز واضطريت ارجع على امريكا، فهونيك بلشت اكتب يعني عم افكار، قصص صغيره لها علاقه ببيروت. يعني ما كنت حاطط براسي قصه معينه، بس كنت بدي صور ببيروت. نزلت على بيروت بعد سنه، كنت حاضر طلال بفيلم لما حكيت مريم، وكنت كتير معجب بأدائه. فاتصلت فيه وعملنا هيك تجربه. انت ما كنتوش تعرفوا بعض من قبل كده؟ لا لانه كان اصلا بامريكا، يعني ما كان اجى على لبنان بعد. بس انت لبناني وعايش طول عمرك في امريكا؟ صح؟ طول عمري في امريكا. يس. صار لي من 2007 فيك تقول بلبنان. اتصلت فيه وعملنا تجربه صغيره اسمها بلاد تاكسي قبل تاكسي البلد. اسمها ايه؟ بلاد تاكسي. ايه بلاد تاكسي دي؟ فهموها لي. سيئه قوي الترجمه بالعربي. تاكسي الدم. التاكسي الدموي. الدموي. كان فيلم رعب، يعني ما خصوا بتاكسي البلد. انت بتحب التكاسي قوي كل حاجه. هو بصراحه انا كان عبالي بس صور ببيروت، فكنت اخذ تاكسيات وابرم بالبلد حتى اعرف. في تاكسي وفي سيرفيس في بيروت. مظبوط 100%. عربيه مرسيدس. فكان بالك تبرم على بيروت. على بيروت شوف لوكيشنز، اماكن تصور فيها، اطلع بقصص، وبالنهايه كل حديثي كان مع شوفير التاكسي. ومن هناك استوحيت الفكره. مثلا في مصر لما تيجي تتكلم مع سواقين التاكسي، بالذات سواقين التاكسي، تحس ان الحياه وحشه قوي قدامك. يعني انا عمري ما ركبت تاكسي ركبت مع سواق تاكسي واتكلمت معاه وقال لي انه مبسوط وسعيد وكده. في بيروت برضو نفس الكلام؟ 100% انه نفس الكلام. دي حاجه في الوطن العربي. فهيدا هو كان موضوع الفيلم، انه كيف بدنا نفرجي سائق تاكسي كمان ما طايق، كرهان الحياه وكل شيء، بس بدنا نلاقي شيء منفذ له تيكون مرتاح مع حاله ويكون مبسوط بالبلد. فهيدا كان مش المساج بس موضوع الفيلم. دورك يا طلال، كلمني اكتر بقى عن دورك. انه سائق تاكسي، بس هو اساسا ولد مثل كل هالولاد عايش بضيعه، بيحلم كتير. حلمه من هو صغير كان انه يكون شوفير تاكسي، ومع الوقت قرر انه يكون احسن شوفير تاكسي بالعالم عشوائي، انه بيروت مينلي. ف بيسكلي هذا اللي وصل له اخر شيء باخر الفيلم، انه بتلاقيه انه نوعا ما صار مرتاح مع نفسه، مع ذاته، انه قدر يحقق الشيء اللي كان حابب يوصل له.
بلس انه العلاقه اللي صارت مع البنت الامريكانيه خلته كمان يحس برياحه اكثر مع ذاته، انه في شخص اخر انثوي على الاقل انه بيقدر يتقبله، لو هو شوفير تاكسي بيقدر يعيش يكفي هالرحله هو وياه. ومن هون وبالطالع كان لذيذ انه نترك القصه عند الناس، ما نحن نترك انه القصه بتنتهي هيك او هيك. الغريبه ان الفيلم فيه يعني الفيلم عميق ديب زي ما بيقولوا، بس في نفس الوقت فيه روح دعابه شويه. نعم مظبوط. ازاي قدرت تجمع ما بين الاثنين دول؟ يعني ازاي الافلام اللي بيبقى ليها مسج او ممثل بيبقى عايز يعني رساله معينه، تيجي روح الدعابه تحس ان الموضوع ايه، في حاجه كده مش مظبوط. كانت اللعبه اذا بدك السينمائيه او الدراميه جميله، انه والتوقيت اللي اختاره كمان دانيال، انه يكون كل 15 دقائق يكون في دعابه صغيره تنفيسه نحن بنسميها اليوم. حدا بالصاله الحته الكوميدي ريليف زي ما بيقولوا. اكزاكتلي حدا بس بالصاله اليوم. ما هو ده ده كان سؤالي، ان كان صعب قوي انك تعمل كوميدي ريليف في وسط حاجه وانت عايز اللي هو لا سواق تاكسي وعنده مشاكل وعنده معاناه وعايز يعمل في النص كوميدي ريليف. دي بالنسبه للمخرج اللي هو مش احيانا ممكن تفصل المشاهد شويه، ولا شايف انها بتخليه يقعد ويتفرج اكتر ويتابع اكتر؟ فيلم مثل تاكسي البلد ما في بقلبه حبكه، فمبني على الايموشنز وعلى المود، الاجواء. ف يعني اذا ما خليت هالنكته تمر كل 10 دقائق يمكن شوي المشاهد يزهق. حتى انه الدعابه لما يكون الجو جدي كتير، الدعابه بتجي مفعوله مضاعف، لانه انت لا تتوقع نهائيا انه مثل ما عم تتفضل حضرتك، لا تتوقع نهائيا انه يكون في دعابه بهيدي اللحظه، فلما بتجي بيكون وقعة أكبر من إنه لما تكون أنت عم بتحضر لها وعم تفرش لها للدعابة لتطلع. يعني بتخدم الفيلم أكتر. مزبوط. أوكي. طيب هو قال لي هنا البنت أمريكانية، إشمعنى اخترت أمريكانية بالذات؟ ده بحكم إن أنت كنت عايش في أمريكا قبل كده؟ مزبوط. وكان فيك تقول يعني هيدي شخصية البنت قريبة على شخصيتي، من ناحية إنه عم بتشوف بيروت من منظار خارجي. يعني هو يعني البنت دي هو انت بس على بنت؟ يعني بحس انا خليط بين يوسف وبين البنت. اوكي. طيب برضو عايز اعرف الفيلم شارك في مهرجانات اخرى، مظبوط؟ انا اعرفه اللي هو في مهرجان مالمو في الدورة الثانية. صح. في مهرجانات ايه تاني؟ في دبي وفي ملبورن استراليا وفي واشنطن دي سي والرباط بالمغرب في اخر دورة. في اخر دورة نعم. ده بتلف انت المهرجانات 100. طيب برضو كنت عايز اسألك على حاجة. انت السنة دي مشارك في هذه الدورة، في هذا الحدث الاستثنائي من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 35. انت عارف ان السنة اللي فاتت المهرجان كان اتأجل، ودي اول دورة بعد ثورة 25 يناير، مظبوط؟ قول لنا يعني هل ده تعتبر حاجة سبيشال زي ما بيقولوا بالنسبة لك، ان انت موجود في الوقت الاستثنائي ده هنا في مصر؟ بالطبع سبيشال. حتى وجودي بمصر يعني عدا عن المهرجان حسه سبيشال. خطوتين من المهرجان نزلت ولا ما نزلتش؟ نزلنا. كمخرج بقى انا عايز، وكممثل برضو اكيد حسيته زي ما بيقولوا memorable moments في الحتة دي، او inspirational moments، او لحظات الهام. ما نزلنا على الميدان غير بعد الفيلم على فكرة. يعني كان في ستريس مع الجمهور مع بعض جزء من الناس، بس انه بعد ستريس الفيلم شلناه عن كاهلنا، قلنا هلا لنفوت على مصر، مزبوط. فنزلنا اختلطنا مع الناس، وجو رائع صراحة اللي عم بيصير بمصر، وذر من هالطرف او من هالطرف. يلي انتبهنا له انه كله بينادي باسم مصر، وهذا شغله كتير ايجابيه. نحن بنفهم كلبنانيه، لانه للاسف ما عم بحكي شيء، انا بحب لبنان كتير، بس للاسف واحنا بنحب لبنان والشعب اللبناني، بس نحن بنحب انه يحبوا اللبنانيه لبنان، ما يحبوا بس الزعماء. اول شيء لبنان، بعدين تحب الزعيم. فغرت من المصاروي انه هالطرف وهالطرف بيقولوا تحيا مصر، فهذا الشيء كتير خلينا نحس بجو وجداني كتير عالي وأشعر بدني لما كله بيقول تحيا مصر. بدنا بقى تحيا لبنان، نحن عنا كمان لبنان رح يرجع إن شاء الله يا رب. مظبوط. مظبوط. برضو أحب أسألها حاجة تانية. أنت نزلت دلوقتي ميدان التحرير،
هل ما جالكش فكره في وقت ما انك تعمل فيلم في مصر؟ يعني دلوقتي اللي انا ملاحظ ان مثلا المخرج سعيد الماروق جه اشتغل فيلم في مصر، وهكذا برضو في افلام، في ممثلين من مصر بيروحوا يعملوا افلام في لبنان. نعم. انتوا الاثنين ما جاتلكوش الفكره ان ممكن يحصل مثلا تعاون مشترك؟ بلا. وهلا كنا عم نحكي بالاوتيل مع شخص بالموضوع هذا والله. يعني انت نفسك تيجي تمثل في مصر؟ انه مين ما بيفكر بهالموضوع، بس حلو كمان تعملها بشكل يكون كمان مدروس وذو قيمه، خصوصي بالمرحله اللي عم تفر فيها مصر هلا. مرحله جدا مصيريه اذا بدك ل 100 سنه لقدام يمكن. فحلو تلعبها كمان مزبوطه، ما نقلل من حجم الشيء اللي صار بمصر. الشيء اللي صار بمصر كتير عظيم وبرز على مستوى الساحه العربيه كلها، فهذا الشيء لازم يكون على مستوى الحدث اللي صار بمصر. بيقولوا علينا ايه في لبنان دلوقتي؟ من قدر من بكل عمره مصر بتقولوا ام الدنيا، وهي صراحه يعني كلمه معبره وعلى القد جايه. وبلبنان بقول لك هلا باسمي وباسم الشعب اللبناني باسم دانيال انه نحن بنصلي للشعب المصري يقوم من هيدي الازمه اللي هو عم بمر فيها، ولانه مصر بحاله غير صحيه، يعني العالم العربي كله بحاله غير صحيه. وبتشوف انت حتى بالازمه اللي عم بتصير بسوريا لما بينزل 3 على ساحه الميدان بتصير الهيدلاينز مصر. فماذا لو عم ينزل 1,000,000؟ مصر بعدها بتضل الهيدلاينز. فنتامل انه هيدي تكون هيدا الكيور، العلاج اللي عم بيصير بعد هالجرح. عم يشفى الجرح ان شاء الله، الجرح هذا بيشفي وبتقوم مصر لانه بتقوم معها مجموعه كتير كبيره من البلدان. اوكي طيب احنا دخلنا في السياسه، ما للاسف ما هو كل حاجه، ما هي بالضبط الفيستيفال روحوا لما حط النشيد الوطني عندكم بالاوبننج ما بقدر انساها، وقلتها اليوم انه لما حدا قام بالصاله وقال تحيا مصر بنص الاوبننج، حسيت هون الفيستيفال الاوبننج تبعه خلصت قبل ما يقدموا الجوريز، قبل ما يقدموا اي شيء، لانه خلص الحميميه والكلمه عم تحكي هلا شو عم بيصير. طب انت عارف شعار المهرجان ايه؟ لا ما انت حمامة السلام. شعار المهرجان هو انطلاقة الحرية اصلا ان شاء الله، فعشان كده المهرجان روحه ثورية. والواضح هذا الشعب هيك رايح لهالمحل اساسا، ان شاء الله البلد هيدا رايح لهون ان شاء الله، ربنا يكرمنا. طب دانيال برضو قول لي، يعني من كلامك انت قلت لي بلادي تاكسي في الاول، وبعدين تاكسي البلد، وده كان جانر كوميدي وده كان جانر رعب. ايه بقى انا عايز اعرف، يعني اللي بيعمل كوميدي وبيعمل رعب، يعني هل انت ليك يعني مفيش جانر معين ليك، ولا انت اللي بيجي على دماغك، ولا ايه بالظبط؟ انا عايز افهم يعني. هو اللي بيجي على دماغي، فما بشتغل بجانر معينه. بس انا اللي لاحظته من بعد بلاد تاكسي، يعني حسيت مبين مثل كانه واحد عم بيصور فيلم امريكاني بقلب لبنان، فاضطريت اني مر بهالتجربه وعيش بلبنان حتى اقدر اعمل فيلم اوثنتيك اكثر، وفيلم عن جد بيرمز الواقع اللبناني. طيب بمناسبه برضو ان احنا اتكلمنا على السينما اللبنانيه، السينما اللبنانيه فين من مصر؟ يعني يمكن انا مثلا مره واحده في حياتي شفت فيلم اسمه كراميل عندنا داخل دار عرض في السينما. بقيه الافلام الانتاج بتاعكم ما بيوصلناش ليه؟ لأن ما فيش إنتاج. نحن يعني بيصير 3-4 أفلام بالسنة، وعادة الأفلام ما بتكون جماهيريا قوية، لأنه المنتج اللبناني ما بيعتمد على الجمهور اللبناني تينجح الفيلم، بيضطر إنه يسوقوا برا، فبيكون أفلام مهرجانات. هو يعني معلش يعني ايه هو في فيلم مهرجانات وفي فيلم مش مهرجانات؟ يعني ماشي انا فاهم قصدك، ان بس التصنيفه دي انا حاسس انها تصنيفه، يعني الارت ما ينفعش نقول عليه لا اصل ده فيلم مهرجانات، ويعني انت فاهم قصدي؟ ولا خلاص بقت التصنيفه دلوقتي ده فيلم مهرجانات وده فيلم كوميرشال؟ يعني انا برضو مش قادر افهم ايه مواصفات فيلم المهرجانات. من ناحيه ما بيكون فيلم شعبي. يعني كيف بدي اقول لك، انتوا هون فيكم تعملوا فيلم ما يكون كتير شعبي ويضل يكون عنده سوق، لانه في عندكم عدد كبير من السكان. بس نحن لبنان بلد صغير، يعني الناس اللي بيحضروا هالنوعيه من الافلام 2000-3000 شخص.
فهيدا يعني ما بيساعد بالميزانيه. اوكي. برضه انا كنت في يعني بحكم شغلتي وان انا بروح مهرجانات كتير، اتكلمت مع المخرج الكبير عندكم في البلاد اسمه بهيش حجاج، عارفه؟ قال لي ان في ازمه في صناعه السينما في لبنان. بالنسبه لك انت كممثل يعني شايف تعمل ايه في ازمه زي دي؟ يعني تبتدي بقى، يعني في دلوقتي افلام بتبقى اللي هي زيرو برودكشن او بتبقى لو بادجت، وفي نفس الوقت بتبقى طويله، افلام ليست روائيه قصيره، بتبقى افلام طويله ولكن بالتقنيات الجديده. فالافلام من الجانر ده او من النوعيه دي، هل انت تحب تعملها ولا تحب تبقى في حاجه اللي هي زي ما بيقولوا هاي برودكشن؟ ما وده بسوء الاحوال يعني ما كتير القصه فرق يعني بالموضوع بس في رقم معين بدك تبلش منه بالسينما، وهو رقم ما صغير. الرقم اللي بتبلش فيه اوريدي بالسينما هو رقم اصلا عالي. لا لو مش لو بدنا فاهم، نقول حتى على لو بادجت، لو بادجت موفي برضه بتكلف كتير، بتبلش من محل عالي بالسينما. يعني مضطر تبلش بمحل اوريدي 3/4 مليون مينيموم لاقول، which is للبنان غالي. لهون بفهم هون اندستري اعلى بكتير. الرقم تافه هيدا، بس للبنان ايه، نحن عم تحكي عدد سكان كتير قليل. لما يكسر الدنيا الفيلم بيجيب له 100-200 ألف مشاهد، بينحكى فيهم بمصر ما بعتقد بينحكى فيهم. عرفت؟ طب بس برضو يعني ما بيعدلوا لك البادجت تبعك. فاهم قصدك. وانت كمنتج على حسب، احنا بنبتدي من حته وانتوا بتبتدوا من حته تانية. وانت كمنتج بتاخد بلبنان $3 على الشخص ماكسيموم. بعد بيلحق يمكن كم شغله بتروح 100,000 يعني $300,000. ال 200,000 مواطن $600,000. يعني انت منك هين انك ترد مصرياتك. اذا اجى 200,000 which is هذا الرقم اعلى رقم اكيد حتى. عرفت؟ يعني هذا اعلى رقم ممكن تحصل عليه. فعمليه كتير منا هينه. اما انك تفوت على السوق المصري، اعتقد العمليه كمان لها علاقه بين الجهتين. يعني حتى بدك يكون عندك كمان موزعين مصريين عندهم اهتمام انه يكون في سينما غير مصريه موجوده بالسوق المصري، وبيعطوا هالمواصفات للمنتجين العرب، ان كان بلبنان او بالخليج او بسوريا او بالمغرب العربي، انه السوق المصريه تحتاج لكذا. لانه بالنهايه السينما هي رحله بتعبر بين البلدان، وهي تبادل ثقافي وحضاري جميل. والمصاروة واللبنانيه اوريدي جربوها بالزمانات. يعني بنتذكر بالستينات والسبعينات كان في تجربه جميله بين مصر ولبنان، نتامل انه ترجع. يا ريت ترجع. طب لو هنتكلم عن، بما انك عشت في امريكا دلوقتي، ليه مش هقول بس الشعب المصري، هقول الوطن العربي، العالم كله ما بقاش فيه الثقافة التعددية، ان انا بتفرج على فيلم من لاتين امريكا، فيلم تاني من فرنسا، فيلم تاني من حتة تانية. ليه ما بقاش فيه الثقافة التعددية دي؟ بقينا كلنا مركزين على هيمنة الهوليوود بلوك باسترز. صح. تفتكر ليه؟ المشكلة في ايه بالظبط؟ ولا دي مشكلة موزعين ولا ايه يعني؟ فهمنا كده. هلا ما بعرف اذا هيدي موجه هون بس بالدول العربيه ولا عالميا عم بتصير. بعتقد عالميا البلوك باسترز، البيج هوليوود فيلمز هن اللي مسيطرين، لان عم بيكبوا مصاري بالتوزيع وبالادفرتايزنج وبالدعايات. فبعتقد هلا مع بوجود الفري ادفرتايزنج، الانترنت، everyone has internet، الفيسبوك كامبينز وهيك، صارت اهين على الموزع الصغير انه يوصل فيلمه لبرا. ففي شغله بس كنت بدي اعلق عليها قبل، كنتوا عم تحكوا على مثلا الدراما، صاروا عم بيشتركوا مثلا سوريين مع اللبنانيين مع مصريين بالدراما منشان يقدروا يوزعوا. طبعا حلو كمان يبلشوا بالسينما. بالسينما حلو كمان يرجعوا يبلشوا. هي كانت بالسينما ايام فيروز مزبوط، انه حلو ترجع. يعني هذا بيكون شيء فظيع. طيب احنا في نهايه لقائنا بنشكركم جدا. شكرا لكم جدا، شرفتونا ونورتونا. نتامل النجاح كتير ان شاء الله للمهرجان، وهو اوريدي ناجح ان شاء الله. جود لك ليكم، ونشوفكم في بقيه فعاليات المهرجان. شكرا. مشاهدينا هنروح دلوقتي الفاصل صغير ونرجع لكم مره اخرى من جديد. خليكم معانا.